انت غالبا بتخسر فلوس كل شهر وانت مش واخد بالك. اللي بياخد المرتب والمرتب بيتصرف من غير ما هو يكون عارف المرتب راح فين هو حد بيخسر، واللي بيخسر هيفضل طول عمره مزنوق اخر الشهر وحاسس ان الفلوس مش مكفيه. تعمل ايه؟ اول حاجه لازم تحصر المصروفات بتاعتك، انت بيجي لك كام وبيطلع منك كام. بعد كده هتاخد البيانات وهتروح لتشات جي بي تي. نفترض واحد اسمه احمد عنده 30 سنه بيقبض 12000 جنيه في الشهر، ودي المصروفات بتاعته. المرتب يا دوبك بيكفي، طب نعمل ايه؟ فانا هديله البيانات بتاعتي وهو يبدا يحلل. قال لك والله يا احمد بيعاني من عجز شهري بمبلغ 500 جنيه، يعني اخر كل شهر انت بتبقى مديون على الاقل ب 500 جنيه. قال لك هنا طيب قلل الاكل في المطاعم وزود الاكل اللي في البيت، اشتري الاكل بالجمله او دور على عروض وتخفيضات. الهاتف والانترنت 500 جنيه، هل انت بتدفع فعلا مقابل خدمات انت بتستخدمها ولا في خدمات انت ما بتستخدمهاش وبتدفع عليها؟ التسوق والملابس 1500 جنيه كل شهر، طب ما اجيب الحاجات الضروريه ومش لازم كل شهر اشتري هدوم جديده. فهو حلل وقال لك في الاخر تعمل ايه. ده انت تقدر تعمله بنفسك، بس غالبا احنا لما بنبقى جوه الموضوع بنحس ان في حاجات مهمه وضروريه، بس لو في حد بص عليها من بره كده يقول لك لا والله هي دي مش ضروريه، انت ممكن تتخلى عنها لحد ما الفلوس بتاعتك تزيد. طبعا الناس بقى اللي هتقول لي طب مرتب قليل اعمل ايه؟ وفر مصاريفك الاول عشان ما تبقاش دايما مزنوق، واعمل حاجات عمل حر على جنب تدخل لك دخل. لما الدخل يزيد ابدا زود الرفاهيات واحده واحده. كالعاده ادعي لي.